السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير يا رب. انا هوريكم ان انا سبت الارانب يومين بس عشان كنا في ظروف كده. هوريكم المنظر اللي هتشوفوه دوت في يومين اتنين. تعالوا نشوف كده. بصوا يا حبايبي، عشان انا بقول لكم اهم حاجة في الارانب النظافة. بصوا المنظر، انا سايباهم يومين بس، وبتوع النشارة الله يسامحهم برضو بيذلونا عشان شوية النشارة اللي بيدوها لنا. بشتريها بالفلوس وتروحي وتعالي روحي وتعالي. بصوا انا سايباهم بقالي يومين ما كنتش هنا، وباجي يعني من عند اهلي هناك، باجي على المحل، ومن هنا لهنا مش فايقة خالص للأرانب. الأرنب ده برضو دوت اللي قلتلكوا عليها. اختي ادتهاني، قالت لي خليهم عندك. انا قعدتهم هنا يومين في العشه لوحديهم لحد ما خدوا على المكان ونضفت لهم وكده، وسبتهم هنا اهو. بعد كده عينت الخشبه اللي كنت حطاها هنا اهو، كنت قافله عليهم هنا تحت العشه دي، وبعد كده عينت الخشبه وسبتهم بقى مع دولت، خلاص اتأقلموا معاهم وخدوا عليهم وكده. وبعدين انا ما ادخلش ارانب على ارانب من اي مكان، لولا ان انا ضامنه ان هم كانوا عند اختي ونضفوا حلوين ما كنتش ادخلهم على حاجتي. فهنضف لهم كده واشوف كده، عشان مبين من الصبح ما كلوش شكلهم. بص عامل ازاي. هحط لهم بقى الاكل وهنضف لهم واحط لهم الاكل. بس هنا الاول شويه العيش دوت عشان برضه خد. ما تخشش هنا برجلك، ما تخشش هنا عشان الارض مش نظيفه. استنى هنضف واخليك تقعد معاهم شويه. هو بقى اللي كان فيهم النشاط هو تفضل واحنا راجعين على العشه. بص الدنيا عامله ازاي، وهم برضه بيطلعوا على العشه برضه مكملين الدنيا. مش عارفه اعمل لهم ايه اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. العيادة بتاعت كبس. لسه داخله من المحل والله يا بنتي، يا دوبك كلنا لقمه وهي قالت لي هنضف لهم، قلت لها لا خليهم انا باكل. هنضف لهم تنظيفه حلوه عشان ايه لو شغلت عنهم يعني اليومين التانيين دول مش قصرتش معاهم يعني. بس انا قلت له ما يخشش جوه برضه برجله ودخل. طب انت هم هياكلوا نشره؟ تحط لهم النشاره؟ انت غبي، اطلع بره ما تخشش برجلك هنا تاني. انا جبت شويه النشاره دول بالعافيه والله النهارده، عبال ما هنملك الشوال وبتعرفوا دول انا جايباهم منه بالعافيه النهارده، شحاته يعني. لا ما انت مش هتخش برضه بشبشب او من غير شبشب. اطلع بره عبال ما انضف. لا انا راسي. احنا عاملين هنا بنشر، بس قليل اول ما بنشر عليه اصلا الارانب بتطلع ريحه على الغسيل، ما بنشرش يعني، قليل ما بنشر فيه. هما مبهدلين الدنيا اصلا، عشان كده انا بقول لكم ان انتوا لو سكتوا على تنظيف الحاجه دي يوم او يومين، بصوا المنظر بيبقى عامل ازاي. ما ينفعش خالص، ما ينفعش خالص.
الترتيب كده على طول عشان ما يوصلوش للمرحلة دي. انا زعلانة عليهم اصلا والله، بس غصب عني. شايفة الخرطوم؟ سيب دوت بقى يا ابني وسط. هو انا ان شاء الله زي ما قلت لكم كده ان احنا هننقل بقى في الشقه الثانيه بتاعت العيال. هوريكم يعني لازم انقل القوالب الاول قبل ما انقل الحاجه، لازم اظبط لهم المكان الاول هناك. هو هناك على فكره كويس عندنا بكتير، ان هناك في شمس وهواء يعني انا مش عاوزه اعمل التنظيف دوت اللي جامد ده خالص، لان هناك الشمس هتنشف كل دوت على طول. طول ما في شمس حتى لو سبتهم، يعني انا لو في شمس كده هنا وسبتهم اليومين دول ما كنتش هاجي الاقي المنظر ده، بس هنا عشان ما فيش تهويه قوي يعني، عشان كده ان هم مبوظين الدنيا كده. تطلع كده. هنلمس هنا بقى الاول، هنضف لهم هنا الاول. بسم الله. بصوا اوريكم دوت بس كده الارنبه ديت هي كانت عند اختي. تعال دي نتايه والذكر هنا اهو هوريهولكوا برضو. هي ديت كانت عندها، وهي بصي هي مهتميه بيهم بس اتعقدت منهم، قالت لي لا دول مش بيخلفوا. كنت انا مديها نتايه. النتايه التانيه دي ولدت عندها وهي سايباها بقى الوقت مع ولادها، وقالت لي خدي انت بقى دول وخليهم عندي ولا تخيل عليا التانيه بعيالها. فانا هو بصوا ما شاء الله حلوه يعني، نضافوا حلوين ماشي، احسن من اللي عندي اصلا، لان هي عندها سايباهم على السطح في عشه كلها شمس وهواء وجميله، فعشان كده بصوا جمال ازاي ماشي. هو بقى كده بننضف هنا الاول. في ناس كتير هتقول لي البسي حاجه بقى، البسي شبشب وانت داخله عندهم وكده، والله ما عرفتش، انا حاولت وما عرفتش، مش واخده خالص على ان انا البس شبشب. ف كده مرتين ولا حاجه، وبعد كده ما بقتش اقتنع بيها. كل واحد بقى ايه زي ما بياخد يعني على الحاجه. وحد يصدق بقى ان انا الموضوع ده من يومين اتنين بس. هي لازم تحصل ظروف للواحد، عشان كده اللي هو ناوي ان هو يربي حاجه سواء بقى ارانب فراخ بط اي طيور، لازم يعمل حساب ان هو حتى لو تعبان لازم يقوم يشوف الحاجه، عشان دول حرام ملهمش الا ايه ان انت تاخدي بالك منهم. والله ببقى تعبانه، بيبقى فيا اللي فيا، بنسى نفسي وبنسى عياله وبخش له. قالوا كده يلا هاتلهم اي حاجه، هاتي الطبق اللي فيه العيش اللي انا كنت حشاها.
كل حاجة كل حاجة لازم الاهتمام بيها، عشان يعني بتعملي فيها شوية أكنك معملتيش معاهم حاجة والله العظيم. ولازم بعرفكم مرة واتنين وعشرة إن اللي تفكر تجيب أي طير أي حاجات من دي لازم إن هي تعمل حساب إن حتى لو وراها ظروف تعبانة في أي حاجة لازم دول قبلك انتي، يعني تنسي نفسك وما تنسيهمش. انا جايه من بره دلوقتي عليهم على طول. يا دوبك عبير كانت حاطه الاكل، قعدت كلت كده لقمه على السريع، وقمت بقى ايه ان انا انضف لهم عشان احط لهم الاكل بقى. طبعا من بدري ما تحط لهمش اكل، معلش بقى. ما كنتش بقتنع بمسحه الشرشوبه زي ما قلت لكم، بس انا والله داخله ظهري وجعني، تعبانه طول اليوم واقفه بره في المحل من هنا لهنا وتعبانه والله. فامسح المره دي بقى بيها مره كده ومره كده. انا اصلا يعني خدتهم من اختي كده يعني عشان هي قالت لي انا هذبحهم، فانا قلت خساره خليهم، ده لسه ما ولدوش يعني ما ولدوش قبل كده، فقلت خليهم خساره يعني ان هي كده ما استنفعتش منهم بحاجه، فنخليهم يعني كده يولدوا كام ولده وبعد كده نذبحهم. حطيلهم لو برسمي عليه الاول، دخلهم هنا بس كده عقبال ما انضف الناحيه التانيه، هما يتلهوا بقى في الاكل هنا عشان اعرف انضف المكان ده. ده الأرنبة التانية اهو، ده بقى ذكر ماشي. التانية بتاعتها حتى انتوا هتحسوا ان هما مختلفين يعني عنهم. لا المكان ده مش نظيف، قلتلك لما نضفه ابقى اخش. هو انا بسام ننضف بقى هنا الاول. يلا روحوا كلوا روحوا كلوا روحوا يلا. لا انت توقوني بقى انا تعبان. يلا خش يلا خشي يلا روحي كلي معاهم. انا لحد دلوقتي لسه مستغربه برضو المكان. قلنا طالعه علينا ليه دي برضو يعني. بصوا بتوع انا برضو حلوين، احسن ايه بفتكروا ان ايه بس اشقية شويه ممررين. بصوا برضو نضافوا حلوين ازاي. بصوا دي برضو انتايه اهي. سيبي تعملي والله. هتروحوا بقى تاكلوا بقى. بصي التانية اهو، ده بصي التانية بصي. بس اسكت بصي دي. طيب بصي دي. هو كله بقى
روحي ولا روح بقي. انا كده هنضف لهم المكان ده بقى كله. هنضف الناحية دي وهحط لهم بقى ايه اكلهم اللي هم هيباتوا بيه. زي ما قلت لكم ان انا لازم ايه قبل ما انام لازم احط لهم اكل بالكفايه عشان ما ياكلوش في بعض. وممكن اقوم برضو بالليل الاقيهم برضو عاملين هيجان في المكان، اروح برضو احط لهم اكل عشان يتلهوا فيه ويسيبوا من بعضهم هنا. الحاجه لما بتكون كتيره في مكان واحد بيقلبوا على بعض. يا بنتي بقى بتقول لي انا لميت لهم النشاره الوسخه كلها وايه ورحت للراجل عشان النشاره قال لي بكره بعد ما لميتها. قلت له اصلا كده كده ما ينفعش ان انت تسيبيها تحتيهم النشاره بالمنظر ده، كويس ان انت لميتيه. لما يقفوا على الارض احسن ما يقفوا على النشاره الوسخه تجيب لهم جرب على طول. على كده برضو يعني ما اجيبش الشنطه مفتوحه عشان ما تعملش ريحه برضو في المكان. ابقى انا رميتها من على الارض وسبتها في الشنطه مفتوحه برضو تخلي ريحه المكان وحشه. كده اربطها لحد ما نرميها الصبح. هنضف لهم بقى المكان هنا اهو. برضو مبهدلين حته الخشب اللي انا حاطه لهم، مش سايبين اي مكان كده، مش سايبين اي مكان نضيف. الأرض عندنا مبلولة، الشرشوبة مش بتنشف قوي. هحط النشارة لو الأرض مبلولة هحط النشارة هتتبل. هو خارب الدنيا بيعمل ايه ده؟ ماشي. برضه حط النشارة هنا، قلت له حط شوية نشارة هنا دام هما سايبين الدنيا كلها وقاعدين هنا. اوعى يا تطلع بره. هي في ناس بتقول
النشارة بتجيب لهم أمراض، أنا مش عارفة ازاي يعني بصراحة النشارة تجيب أمراض في ايه؟ ده خشب وهم بياكلوا الخشب أساسا، ده هم بياكلوه، هم بياكلوا الخشب. والله اما احط اي حاجه هنا، ده بص كانوا السماعات اللي انا حطاها دول في ده عايزين كابل بس، عايزين سلك ولا عايزين حاجات بسيطه، اللي انا مهمله فيهم دول وسايباهم لهم كلوه. ارمي النشاره اللي في ايدك دي هنا، يلا روح. كده بس الحاجه دي عشان برضه حرام الجو اليومين دول ثلج، فحرام يعني كده لازم نحس بالحاجه ديت برضه. هحط لهم بقى بقية الأكل بتاعهم، شوية مية شوية علف شوية عيش. شوية العلف بقى، ودوت ورق كرنب كنت جايباه من واحد كده بيبيع كرنب جنبينا، بكتر لهم منه طبعا عشان ما يعملهمش انتفاخ ولا حاجة. برضو جبت يعني براضيهم بس كده عشان يغيروا طعم البرسيم شوية من بقهم، ما يبقاش كله برسيم يعني. ماشي. طبعا انا حطيت كل دوت بقى برسيم وبتاع، انا مش هحط ميه لحسن لو حطيت ميه هصبح اشيل كل النشاره اللي انا حطيتها دي تاني. هو كفايه عليهم البرسيم والعلف وورق الكرنب دوت. تعالى بقى قوم هنا اهو، يلا قوم هنا كده سيبهم ياكلوا. تعالى كده اطلع، تعالى كده، ايوه كده، اسمع الكلام. هو كتير. تعالى بقى اطلع كده عشان هديلك التليفون، يلا. هو دي يعني المرحلة اللي أنا عايزاكم لما تبدأوا في مشروع تعرفوا إن دي المرحلة اللي المفروض المكان يبقى فيها، عشان ما يجيلهمش عدوى ولا حاجة ويبقى المكان على طول نضيف. بصوا أنا قبل ما انضف لهم بص كان شكلهم عامل ازاي، تحسوهم جربانين ومعفنين كده. بص لما نضفت لهم والمكان نضيف بص شكلهم بان ازاي، شكلهم بان قوي ازاي. ودولت اهوت الغامق ده والبني الغامق دوت والاسود، هم دولت الاتنين دول بتوع الاسود ابيض والغامق ده. هم بصوا ما شاء الله خدوا على المكان اهو بياكلوا من امبارح وهم بياكلوا يعني. هم قعدوا كده زي نص يوم مستغربين المكان، وبعد كده بقيت ارميلهم بقوا ياكلوا، بقوا كويسين اهمت الحمد لله. وهسيبهم بقى مع دولت، بس انا مش عارفه ليه حاساهم ان هم مش بلدي، او يعني تحس ان هم يعني حجمهم، او هي من ساعه ما جابتهم وهم كده يعني ما كبروش عندها كده، هي من ساعه ما جابتهم وهم مليانين كده، فانا مش عارفه ليه مش حاساهم ان هم بلدي يعني. فمش عارفه اللي يعرف يعني ان هم نوعهم ايه، ولو مش بلدي يقولي. هوريهم لكم برضو من قريب. بصوا بصوا الله اكبر، بس انا مش هذبحك متخافش، متخافيش، مش هذبحك.
بصوا حتى عينيهم انا اعرف ان هم نوعهم كده ما بيبقوش بلدي. انا اعرف ان الارانب اللي مش بلدي بتبقى عينيهم حمرا كده، انما دولت عينيهم زي دول سودا. استنى حاضر. بصوا هم ما شاء الله. لو حد يعرف بقى نوعهم يعني اذا كان بلدي او نوعهم ايه يقول لي برضو في التعليقات يعرفني. عادي هم سواء كده او كده، انا حابه اغير البلدي، يعني حابه ان انا اجيب اللي هم السوداني او اللي هم مش عارفه اسمهم ايه كده. انا حابه اغير نوع البلدي دوت يبقوا ايه من دول ودول، لان انا هعمل العشه هناك بدورين فيعني هيشيل كتير يعني. فهم برضو بقربهم لكم اهو. لو في اي حد عنده سؤال يبعت يقول لي هجاوبكم عليه. وانا برضو عايزاكم تشوفوا يعني تقولوا لي برضو في التعليقات دول نوعهم ايه. برضو انا مستنياكم وانا بحبكم في الله، واشوف وشكم بخير. سلام عليكم.